كيكة الكريم كراميل الباردة اللي طعمها بقى بيودي في حتة تانية خالص، طعمها جميل جدا، هتعجبك بجد، اقتصادية وحاجة كده على البارد، هتعمليها من غير فرن. هجيب باكوين كريم كراميل وهاخد كل باكو هعمل بيه حاجة تانية. اول باكو انا هعمله كريم كراميل عادي، هحط له معلقتين نشا ومعلقتين سكر، وهحط باكو كريم كراميل على كوبايتين المية. الباكو ده بياخد كوبايتين ميه، وهقلبهم واطلعهم على النار. اول ما يغلي معايا هبدا احطه في الصينيه اللي انا هبدا اجهز فيها كيكه الكريم كراميل. بنفس الطريقه هو بيغلي ما بيمسكش جامد، هو اول ما بيغلي معاكي خلاص كده. تاني حاجه هجيب بقى الباكو التاني، هحط برضو كوبايتين لبن ومعلقتين نشا معلقتين سكر، وهحط باكو كريم كراميل، وهحط معلقتين كبار كاكاو خام. عشان انا هعمله كريم كراميل بطعم الشوكولاته بس. وهبدا برضه ارفعه على النار وهنزله في الصينيه بنفس الطريقه اللي انتوا شفتوها ديت بس. وهيخش التلاجة هيطلع، هقلبه واحطه كده في الطبق، وهبدا اقطعه. والتزيين بقى بكيس الكراميل اللي كان معانا في اول الفيديو، اللي هو بيبقى موجود في قلب الباكو ده، هتزينيه وانت بتاكلي. مش عايزه هتاكليها بنفس الطريقه من غير الكراميل، يعني حسب ما تحبي. عايزه تحطي الكريم كراميل على الكيكه كلها وتزوقيها برضو هتبقى حلوه. بس الاحسن ان انت بتعمليها بنفس الطريقه في كل قطعه، بتحطي كده وتاكلي. طعمها تحفه، جربوها.